السلام عليكم. النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل وصفة ليمون خطيرة بجد، جميلة جدا وجديدة عشان خاطر الحر. بجد هتهون علينا وهتخلينا بجد في عندنا انتعاش خطير جدا، وهي جامدة جدا ومكوناتها بسيطة قوي قوي وموجودة في كل بيت. هنسمي ونصلي ونبارك على سيدنا محمد، وهنشوف ايه وصفتنا، عندنا ايه النهارده ومقاديرنا ايه، ونشوف ايه المكون الرئيسي اللي هنعمل منه العصير الليمون بتاعنا، وهيدينا يعني طعم مختلف شوية عن اي عصير ليمون تاني. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا عندي العصير الليمون النهارده بتاعي، هعوز سكر وهعوز ليمون. انا بعصر كميه، بجيب ليمون بعصره بيطلع عندي نص كوبايه، انا عايزه نص كوبايه عصير ليمون خام كده، معلش اي اضافات ولا ميه ولا اي حاجه. عندي تلج وعندي ميه وعندي نعناع وعندي ايه، سكر. وتعالي يلا بقى نشوف هنعمل ايه. هنعمل الطريقه ديت على جزئين. اول وصفه هنعمل سيرب او شربات نعناع، عشان يعني هنعمل اضافه بسيطه كده في عصير الليمون بتاعنا. يلا بينا نشوف اول حاجه هنعملها ايه، ونشوف هنكمل بقيه الوصفه بتاعتنا ازاي. يلا بينا. انا عندي هنا كسرونه على النار، هحط فيها كوبايه سكر وكوبايه ميه، ماشي. وعندي هنا بقى شويه نعناع حلوين، يعني عايزه شويه ورق كده كتار احطهم عشان يطلع عندي ايه، شربات نعناع او سيرب النعناع. تمام، هخلطهم كده مع بعض لحد ما ادوب السكر كده كويس، واسيبهم يغلوا شويه وهنشوف ايه لونهم هيبقى عامل ازاي او قوامهم عامل ازاي. تمام، هخلينا مع بعض. يلا، شايفين لونه بقى عامل ازاي لما غلى شويه مع بعض؟ انا لسه هسيبه برده شويه يغلي شويه كمان مع بعض كده، ماشي. بس هضيف له ايه، هضيف له لون اخضر اللي هو الالوان الغذائيه، اللي هو اللون ده، الالوان دي. تمام، هضيف له كده كام نقطه اديله لون بس، ماشي. اقلبهم كده، شوف بقى اللون حلو قوي اللون كده، ماشي. هسيبها بقى تغلي شويه كده مع بعضها، ماشي. وهنشوف ايه هيبقى قوامه عامل ازاي. يلا بينا. كده حلو قوي، القوام بتاعه بقى كويس قوي كده. تمام، هنصفيه بقى، ماشي، ونشوف قوامه بقى عامل ازاي معانا. تمام، يلا بينا نصفيه. جميل جميل قوي، ماشي. تمام كده. كده اول جزء عندي من الوصفه خلص. يلا نشوف بقى ايه بقيه الوصفه هنعملها ازاي. تمام، انا خلصت اول جزء من الوصفه، هنخش بقى على الجزء التاني. انا عندي بقى دلوقتي ايه عشان اعمل عصير الليمون الاساسي؟ عندي تلج هحطه في الخلاط، تمام. وعندي السكر حسب التحليه يا جماعه، يعني انا احط السكر على قد ايه ما انا عايزه ايه، يعني ما انا حابه التحليه بتاعتي، ماشي. وعندي نص كوبايه الليمون هنزل فيها في الخلاط، تمام. شرايح الليمون دي للتزيين هحتاجها اخر حاجه، وهخلط كل ده عندي في الخلاط ونشوف هيبقى عامل ازاي. ده عندي بقى دلوقتي عصير الليمون خلص زي ما احنا شايفين كده بقى، ده شكله بعد ما ضربته في الخلاط مع التلج والميه والسكر والليمون. تمام، بقى ده شكله في النهايه. عندي بقى هعوز للتزيين ورق نعناع وشرايح ليمون، وطبعا ده سيرب النعناع او شربات النعناع او عصير النعناع زي ما عملناه كده، ومعايا تلج برضو للتقديم. خلاص، يلا بقى نشوف هنقدم عصير الليمون ازاي. يلا بينا. عندي بقى عصير النعناع او السيرب بتاع النعناع، هحط شويه كده، تمام. حلو قوي كده، تمام. وهحط ورق نعناع عندي كده، تمام كده. وهحط بقى تلج. الاول هحط شريحتين ليمون، شريحه هنا وشريحه هنا كده عشان تبقى مدياني منظر. وانزل بقى ايه التلج، قطع التلج، عشان التلج ده اللي هيفصل بين شربات النعناع وبين الايه، عصير الليمون. تمام، بجد جميل قوي، منعش قوي، هيعجبكم، جربوه بجد. في الحر اللي احنا فيه ده بجد احنا بنبقى محتاجين اي حاجه
ترطب علينا، فده بجد هيبقى جميل قوي معاكم. تمام كده زي ما احنا شايفين كده، شايفين جميل قوي بجد. ماشي، هحط برضو شريحة ليمون هنا كده، شريحة ليمون هنا كده، احشرها كده في قلب التلج وانزل بقى بعصير الليمون عندي. تمام كده، وانزل. تمام، نشوف شكله كده عامل ازاي. بصوا قد ايه جميل. بصوا شربات النعناع تحت او السيرب بتاع النعناع تحت عامل ازاي، جميل قوي. شايفين؟ ده شكله بقى، شكله النهائي بجد. شوفوا جميل قد ايه. شايفين؟ شايفين شربات النعناع اللي احنا عملناه او السيرب بتاع النعناع بقى جميل ازاي من تحت، وفاصل بينه وبين عصير الليمون. شايفين؟ بجد الشكل جميل قوي، وطعمه بجد تحفة، بجد هيعجبكم. بجد بتمنى تجربوا الوصفة دي. الوصفة دي يا جماعة مش ان انا مختارها ولا حاجة، الوصفة دي بتاعت الشيف محمد حامد. انا جربتها ولما عجبتني قلت لازم اعملها معاكم. بجد جميلة قوي وهتعجبكم قوي ومنعشة جدا، ويا رب تعجبكم. ونتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.